يا صباح الخير، يسعد صباحكم ومساءكم أصدقائي. رح أقدم لكم اليوم معروك رمضان بدون بيض، وصفة هشة وقطنية. 7 كاسات طحين حصلنا على هذه الكمية. ورح أقدم لكم اليوم 5 أشكال وحشوتين، حشوة جوز الهند وحشوة تمر. أتمنى إنه الفيديو ينال إعجابكم، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك، وإذا كنتم جداد بالقناة لا تنسوا الاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا. بالبداية ضفت مكعب من خميرة الخبز، وظرف من الخميرة الفورية، وضفت نص الكاس سكر مقدار 4 معالق كبار، وضفت كاسة مي دافية وكاسة حليب دافية. تركتهن يختمر لمدة 10 دقائق حتى الخميرة تتفاعل. بعد ما تفاعلت الخميرة ضفت لها 7 كاسات طحين، وضفت نص ملعقة محلب وملعقة يانسون، وضفت مكعب زبدة 250 غرام، وعجنت المكونات مع بعض حتى تتشكل معاي عجينة. وهذا شكل العجينة بعد عجن لمدة 5 دقائق. جبنا صحن نظيف، ضفنا عليه زيت نباتي، وتركنا العجينة لمدة ساعة لحتى العجينة تختمر. نبدأ بتحضير الحشوة. عندي 4 معالق زبيب، ضفت لهن 4 معالق جوز الهند، وضفت ملعقتين من قطر مربى التين، ممكن إنه ينضاف قطر عادي حسب الرغبة. ونخلطن مع بعض. هيك الحشوة الأولى صارت جاهزة. نبدأ بتحضير الحشوة الثانية. عندي نص كيلو تمر، ضفت له ملعقة سمن ونص ملعقة قرفة وملعقة ماء الزهر. عجنت المكونات مع بعض وشكلت عجينة، وكورت التمر لهذا الشكل. وهذا شكل العجين بعد ما اختمر. قسمت العجين ل4 أقسام، ورجعت قسمت كل قسم 4 أقسام مرة ثانية، وقسمت العجين وكورته. بهذا الشكل كورت العجينة. نبدأ بتحضير الشكل الأول. جبت شوبك وفردت العجينة. لما نفرد العجين لازم تكون العجينة متساوية. وضفنا التمر اللي شكلناه بالطول. بهاي المرحلة لازم نتأكد إنه العجينة سكرنا أطرافها جيدا مشان التمر ما يطلع من العجين. وقطعت أطرافها وتركت العجينة لمدة نص ساعة حتى العجينة ترتاح. وبدنا نحضر الشكل الثاني. فردنا العجين، جبنا التمر اللي شكلناه دوائر، فردناه وضفناه على العجين وكورناه.
وجبنا كاس، حاولنا إنه نبصم العجين بهذا الشكل. وبالأصابع حاولت أشكلهن بهذا الشكل، شكل الشمس. وبس ترتاح العجين نرجع مرة ثانية نشكل بالأصابع مرة ثانية مشان يظهر شكل العجينة. ونبدأ بتحضير الشكل الثالث بالزبيب وجوز الهند. نقسم العجين إلى قسمين كرات صغار ونفرده. نحشي الحشوة ونسكر أطرافه ونكوره لشكل كرة. ونبسم العجين بهذا الشكل. هاي المرحلة اختيارية. نبدأ بتحضير الشكل الرابع. نفرد العجين بالإيد ونحشيه تمر، نفرده ونحاول نكوره. طبعا بكل مرحلة نحاول إن العجينة وقت نكورها نحاول نسكر أطرافها. وضفت ملعقتين سمسم وملعقة حبة البركة، دمجتن مع بعض. فردته بالإيد ورجعت فردته بالشوبك. نفرده بهذا الشكل ونتركه لحتى يرتاح. وصلنا لخامس شكل، وهذا الشكل أسهل شكل عملناه بدون حشوة، بس مجرد إنه فردنا العجين. هاي السماكة المطلوبة للعجين. جبنا كاس وبصمنا العجين وتركناه لحتى يرتاح. بعد ما انتهينا من الكمية وارتاحت العجين، جبنا ظرف نسكافيه، ضفنا له حليب ودمجناه مع بعض ودهنا العجين بالخليط. رشيت شوي من حبة البركة وسمسم. وتركناه بالفرن على الرف الوسطاني درجة الحرارة 200 لمدة ربع ساعة. نشغل الفرن من تحت لمدة 10 دقائق ونرجع نشغل من فوق لمدة 5 دقائق. وهذا شكله بعد ما طلع من الفرن. جبنا قطر ودهنا الوجه. وبس يطلع من الفرن نغطيه بقماش مخصص للمطبخ
مشان العجينة تطرى وتمتص البخار الموجودة فيه. ورشينا جوز الهند وزيناه بالفستق. نفس العجين قدمنا لكم أكثر من شكل، وكل شكل يختلف عن الشكل الثاني، تختلف الطعمة حسب الحشوة وحسب سماكة العجين. وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أنه الفيديو نال إعجابكم، وصحتين وألف عافية ورمضان كريم. كانت معاكم الوصفات الخاصة مع مطبخ عائشة. شكرا لحسن المتابعة.